السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. طبعا احنا نكمل كلامنا طبعا على عملية زراعة الشعر الطبيعي بالاقتطاف. في كام سؤال طبعا جالي، وادينا اهو كل الأسئلة اللي بتجيلنا بنقولها معاكم ان شاء الله نقدر نجاوب على كل الأسئلة النهاردة. آه، في أسئلة بتقول إن المنطقة المنحة والمنطقة اللي فيها الشعر المزروع بتخف بعد قد إيه. طبعا أول ما بتعمل عملية في لزقة كده بتبقى ورا ناحية المنطقة المنحة دي، بيلزقولك لزقة كده عشان خاطر المكان اللي احنا عملنا فيه عملية زراعة الشعر الطبيعي ومكان الاقتطاف. زي ما احنا قلنا طبعا لازم يكون تقنية عالية وتقنية كويسة عشان خاطر ما يبقاش فيه أي أثر أو أثر جانبي في المنطقة المنحة دي اللي احنا بناخد منها الشعر وبنزرعه في المنطقة اللي محتاجة زراعة. طبعا منطقة الصلع بعد أسبوع بإذن الله من العملية بتفك انت اللزقة دي بعد 3 أيام من الزراعة. بعد أسبوع أو 10 أيام بالكتير أوي تلاقيها خفت تدريجيا كده، وبتلاقي نفسك تبقى حابب ان انت تهرش فيها. طبعا بتبقى ده اثر ان هي بتبدأ تخف خالص وما بيبقاش فيها اي حاجة خلال الاسبوع دوت او ال10 ايام اللي احنا قلنا عليهم. طبعا الآثار الجانبية بتاعت العملية مش آثار جانبية يعني إن هي تأثر عليك فيما بعد. لا، الآثار الجانبية بتاعتها بتبقى في تورم في الوش كده بسيط وبيخف برضو مع الوقت ومع الفيتامينات اللي بيتكتب لك عليها الدكتور. المنطقة اللي فيها الزرع في تعليمات كده بسيطة جدا ان انت تحاول تتجنبها، اللي هي ما فيش حد يهزر معاك او يضربك على الشعر المزروع من فوق او تلبس كاب لمدة شهر. بعد شهر ممكن عادي جدا وانت طبعا ما بيتحسش خالص، بيبقى فيه حالة خمول كده شوية. أول 3 شهور من العملية بيبقى في حالة خمول في منطقة الزرع اللي هي المنطقة اللي مزروع فيها الشعر. لو انت جيت حطيت ايدك مش هتحس بأي حاجة. دي برضو أعراض طبيعية جدا للعمل أو مقبل على عملية زراعة الشعر الطبيعي. دي ما فيهاش أي حاجة إن شاء الله بإذن الله. طيب في حاجة كمان، في أسئلة بتقولي إن أنا إمتى ألحق الصلع. أنا من رأيي يا جماعة قلت لكم وهقول لكم تاني إن اللي عنده مرحلة تانية أو تالتة أو حتى أولى يلحق الصلع من دلوقتي عشان خاطر ما يندمش بعد كده ان هو يوصل للمرحلة الرابعة والخامسة والستة ويبدأ ان هو خلاص بقى انضم لكتيبة الصلع، يعني يبدأ كده يعمل العملية وياخد القرار مباشرة. طيب الأدوية والعلاجات المطلوبة إن أنت بتاخدها بعد العملية دي بيكتب لك عليها الدكتور اللي عمل لك العملية أو التيم، بيكتب لك على حاجات كده معينة بتاخدها. احنا بنقول نتجنب كذا. وبعد 3 شهر إن شاء الله بإذن الله بتاخد بنتوجار أو بيوتين 10 تلاف بتمشي عليه مع حقن البلازما الBRB اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الألماني طبعا، ودي متوفرة في مصر ان شاء الله تكون متوفرة. اللي طالبها ان شاء الله هيلاقيها او يتواصل معايا ان شاء الله اقدر اوفرها له باذن الله. بالنسبة طبعا للنيكوتين او الحاجة دي احنا بنبطل خالص لمدة شهرين او 3 شهور بإذن الله. بنبطل السجاير أو نستحمل إن احنا نبطلها وبعد كده ممكن نرجع لها تاني، بس إن شاء الله بإذن الله يكون عملنا عمل خير ونخلي الناس كلها تبطل السجاير لأن هي مضرة بحاجات كتير غير الشعر خالص. طبعا انتوا عارفين السجاير بتؤدي إلى إيه، أزمات في الصدر وفي القلب وحاجات كده مش كويسة خالص، بس ملهاش علاقة بالشعر نهائي. بس احنا بنقول نحاول نبطلها أول 3 شهور طبعا من بعد العملية عشان خاطر ناخد نتيجتنا مفيهاش أي حاجة، وعشان خاطر الدم اللي انت بتستخدمه في حقن البلازما ما يبقاش فيه أي نسبة نيكوتين وتاخد نتيجتك كاملة كويسة إن شاء الله بإذن الله. الناس اللي هي بتسأل على امتى اعمل عملية زراعة الشعر، انا رأيي قلته وهقوله تاني يا جماعة، لازم تلحق صلعك. لازم تلحق صلعك في الاول. انا بالنسبة لي ان الواحد يجي بعد ما يبقى يكتشف ان هو مقبل على عملية مقبل على صلع وراثي. طبعا بتبدأ من السبعة بعد كده بتخش في النص بعد كده ورا
دي بتبدأ عملية الصلع. أنا دلوقتي لو عندي صبعة أو شعر خفيف من فوق أو كده لازم ألحق الموضوع قبل ما يتطور معايا ويوصل لصلع كامل، عشان خاطر بعد كده احنا قلنا إن لازم ألحق عملية الصلع من ألحق نفسي من دلوقتي في بداية مرحلة الصلع، عشان خاطر ما يقضيش لمراحل بعد كده. والمرحلة الستة والسابعة طبعا ده هيبقى محتاج عملية زرع مباشر طبعا من غير أي كلام، عشان خاطر يرجع لمظهره الطبيعي تاني. امتى بحس ان انا خلاص تعافيت من بعد العملية، وبحس ان انا خلاص بقيت طبيعي بعد ان شاء الله تاني شهر باذن الله. بحس ان انا طبيعي جدا. المنطقة اللي انا زرعت فيها المنطقة ديت، كل المناطق اللي هو درجة تانية وتالتة ورابعة، بيحس طبعا ان هو عايز يهرش في دماغه جامد اوي، بتتآكل كده، بيبقى عايز يهرش. طبعا احنا بنقول ان انت تستحمل الارهاق دوت لغاية بس ما تعدي بعد كده 3 شهور، وبعد كده تعمل بالراحة جدا كده بصباع، بتملس كأنك بتملس او بتحسس كده على الحتة اللي هي بتاكلك ان انت عايز تهرش فيها. بس بلاش احتكاك دلوقتي خالص لغاية لما ناخد نتيجتنا او نص النتيجة ان شاء الله بإذن الله. طبعا انا بشكر كل الناس اللي راحت عملت عملية زرع. طبعا انا كنت معاهم اول باول والحمد لله رب العالمين، وفيما بعد برضو بتابعهم وبوصلهم للنتيجة ان هم عايزينها. حابب اشكر طبعا كل الناس اللي تواصلت وبعتت لي جوابات شكر وبعتت لي هدايا. طبعا انا متشكر جدا جدا جدا. وانا يكفيني ان انت تقول ربنا يبارك لك ويوفقك في حياتك زي ما قلت قبل كده. وكل اسئله هتجيلي ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اتابعها معاكم، عدا طبعا اللي بيقول لي اعمل دعايه او دعايه للمنتجات او مراكز او الكلام ده كله. انا برفض الموضوع ده خالص، لان انا مش طبيعتي ان انا اعمل دعايه لحاجات وهميه ما بتحصلش. ما بحبش الكلام ده، عشان خاطر ما حدش يقول لي منك لله انا استخدمت مينوكسيديل او استخدمت هير لوشن او الحاجات دي كلها وعملت لي ما عملتش حاجه او نتائج ايجابيه معايا، وعملت لي التهابات وحبوب والكلام ده انا بتجنبه الحمد لله رب العالمين. ما بقاش مش من صفاتي ان انا اعمل دعاية لمنتجات مش بتجيب اي نتائج وفايدة، هي بس كتر مصاريف وخلاص ان شاء الله باذن الله. وبالنسبة لنا انا بدخن كل حاجة، بس طبعا اول 3 شهور ما دخنتش خالص، او اول 3 شهور ان شاء الله ما دخنتش خالص. وبعد كده دخنت سجاير، وبعد كده رجعت طبعا عشان خاطر اخلي ان انا مشربش سجاير او كده، عشان السجاير بتخليني ان انا مش مظبوط كده وتعبت لي صدري. فانا جبت فيب عشان خاطر برضو انتوا تعرفوا ان انا التدخين ملوش اي علاقة ببصيلة الشعر. اللي ليه علاقة ببصيلة الشعر هو القلب طبعا والصدر والكلام ده. بس اول 3 شهور طبعا بيبقى ليه نتيجة سلبية. لو انت مش قادر تبطل سجاير، حاول ان انت على قد ما تقدر تاكل لبان او تقزقز لب، بتعمل اي حاجة عشان تبطل سجاير او تبطل دخان خالص خلال ال3 شهور الاولانيين. وانا بنصح بكده ودايما بقولها تاني يا جماعة، خلوا بالكم التدخين اول 3 شهور بلاش، عشان خاطر العملية بتاعتك تنجح وتبقى بالشكل الجميل اللي انت محتاجه، وان انت تعرف تتصور بقى وتعرف تعمل ستايلات وتلبس على قد ما تقدر والكلام ده كله، وتعمل اللي انت عايزه في شعرك. بلاش تدخين خالص عشان ناخد النتيجة طبيعية وجميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزك تصلي على النبي وتدوس اشتراك في القناة، وانا معاكم في اي حاجة واي اسئلة ان شاء الله باذن الله انتوا عاوزينها. تابعوني على الواتساب او على هنا على الصفحة ان شاء الله، بسيب رقمي. واي استفسار بخصوص عملية زراعة الشعر الطبيعي انا معاكم ان شاء الله باذن الله اقدر افيدكم. لو انا فدتك قبل كده او فدتك دلوقتي، يا ريت تدوس لايك في القناة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتقول يا احمد ربنا يبارك لك. خلاص على كده، شكرا، السلام عليكم، نتقابل في فيديو جديد واسئلة جديدة بعون الله باذن الله معاكم، ودايما هبقى معاكم.